الشغف. ايه ابسط تعريف للشغف؟ بالنسبه لي التعريف الابسط للشغف هو لمعة عينيك. لمعة عينيك لما تجيلك فكره معينه وتبقى هتتجنن عشان تنفذها وتخرجها للنور، وحركات ايدك ونبره صوتك الحماسيه اكتر من اللازم. الشغف هو الحاجه الوحيده اللي ممكن تهون عليك صعوبه الطريق، وجزء من شعورنا ومن تجاربنا ومن شخصيتنا. وزي ما الشغف جزء مننا، فكمان فقدان الشغف جزء مننا. الشعور الاكبر اللي بنحسه في اوقات كتير، زيه زي الخوف والغضب والحزن والقلق، زيه زي كل مشاعرنا بشكل عام. لكن الفكره هنا ان احنا قادرين شويه ان احنا نتعامل مع المشاعر التانية بنضج اكبر. نيجي عند فقدان الشغف وبنتنح. كم مره وقفت كل حياتك لمجرد انك مش حاسس بشغف؟ او وقفت حياتك عشان تروح تدور على الشغف اللي انت شايف ان هو عند كل الناس، وان اكيد المشكله عندك عشان انت مش لاقي شغفك؟ كم مره زعلت واتضايقت ان انت مش عندك هوايه معينه شغفك يكون فيها؟ احنا معظمنا بيربط كلمه الشغف بالهوايات، بيربطها بشخص مثلا قاعد بيرسم ومستمتع جدا بالرسم وحاسس ان هو في عالم تاني، شخص قاعد بيقرا كتاب مثلا وسارح فيه لدرجه ان هو مش مركز مع اي حاجه بتحصل في العالم. ليه عقلك بيربط الشغف بالهوايه؟ وليه نفس العقل ده بيعاقبك لمجرد انك ما عندكش الهوايات اللي ممكن تكون عند معظم الناس؟ هنعرف كل الحاجات دي النهارده. احنا هنا في طرح عادي، هنا حيث اكون انا رقية. عشان نخلص الحلقه دي بسلام هنصنف الناس لثلاث انواع. اول نوع الشغوف. ايه اللي بيحصل في دماغ الشغوف لما يحس بشغف اتجاه حاجه معينه؟ اللي بيحصل ببساطه ان عقلك بيفرز كميه كبيره من الدوبامين. الكميه الكبيره من الدوبامين بتخليك تحس ان انت طاير من كتر السعاده، وان فعليا مفيش حد اسعد منك في العالم كله. فاحنا مش هنطول في النوع ده كتير لان هو واخد حظه كفايه من الادرينالين، فمش هنديله اهتمام النهارده. النوع الثاني هو الشخص اللي مش حاسس بشغف اتجاه حاجه معينه، لكن هو بيعمل حاجات فعليا، بس بيعملها لانها مسؤولياته، بيعملها بشكل روتيني بس مش اكتر، لكن مش بيحس فيها بشغف. النوع التاني هو النوع اللي مش حاسس بشغف اتجاه حاجه معينه، لكن هو بيعمل حاجات بس بيعملها لانها مسؤوليته او مجبر عليها بس مش اكتر. فتفتكر النوع ده عقله بيبطل يفرز الادرينالين، او على الاقل نسبه الادرينالين اللي بيفرزها بتكون اقل من العقل الشخص الشغوف بيفرزه؟ خلينا اضرب لك مثال. لو افترضنا مثلا ان في شخص بيشتغل في مهنه التدريس، هو بيكره مهنه التدريس لكن هو بيشتغلها كده تقضيه واجب مش اكتر. الحد ده لو جات له ام مثلا شكرته وقالت له ان قد ايه ابنها اتغير جدا بمجرد ان هو بدا يديله الدرس ده، اتغير مش بس بقى شاطر او بيجيب درجه كويسه، لا اتغير في شخصيته، هو بقى حد نوعا ما احسن. لو انت مكان المدرس هتحس بايه؟ اعتقد ان معظمنا لو حسينا ان احنا غيرنا في حد ولو بنسبه 1% او ادينا مهنه ما نسبه كويسه، حتى لو احنا مش بنحب المهنه دي، نحس بسعاده، نحس ان احنا مبسوطين. الاحساس اللي هيجيلك هيكون بالظبط نفس الاحساس اللي بيجي للشخص الشغوف لما الادرينالين يضرب في دماغه، بل بالعكس ممكن ده كمان يكون اكتر. فكده ده كان تاني شخص معانا. هيبقى الشخص مين؟ التالت. الشخص التالت ده هو الشخص اللي على الله حكايته. الشخص ده ما عندوش شغف في اي حاجه تقريبا، وبرده ما بيعملش اي حاجه، يعني ما عندوش مسؤوليات او بيتجاهل مسؤولياته. فتفتكر عقله ما بيفرزش دوبامين؟ للاسف عقلك اجدع منك وبيفرز دوبامين في اي وقت، بس الفكره هنا ان الدوبامين اللي بيفرزه بيبقى دوبامين من نوع تاني خالص، اسمه دوبامين استهلاكي. يعني مثلا اتفرجت على فيلم حلو النهارده، فعقلك هيديك شويه دوبامين تمشي بيهم الكام ساعه دول، بس بعد شويه لازم تروح تقعد مع اصحابك كده قعده حلوه، علشان بعد شويه عقلك يفرز لك كميه دوبامين كمان تقدر تكمل بيها الكام ساعه اللي جايين. بس اول ما تروح لازم تطلب كده اكله حلوه علشان تظبط لك اليوم، وعقلك يفرز لك كميه الدوبامين اللي انت محتاجها بالظبط علشان تنجو من يومك. هنا الحاجه الوحيده اللي عقلك بيعملها لك هو انه بيفرز لك الدوبامين اللي يقدر يعيشك اليوم. بس مش ملاحظ هنا ان الدوبامين اللي بيتفرز جميل قوي، بس مش ملاحظ هنا ان الدوبامين اللي بيتفرز لما انت تستهلك منتج تاني. المشكله هنا مش في الاستهلاك او الانتاج، المشكله ان عمليه افراز الدوبامين او افراز معظم الهرمونات في عقلك بتتم بطريقه اذكى منك. وببساطه انت لو اتفرجت على فيلم النهارده وعقلك فرز دوبامين وبقيت سعيد، بكره هتحتاج تتفرج على فيلم وتقعد مع اصحابك عشان عقلك يفرز نفس كميه الدوبامين اللي افرزها امبارح عشان تبقى سعيد، وبعده هتحتاج تتفرج على فيلم وتقعد مع اصحابك وتاكل اكله حلوه علشان عقلك يفرز نفس كميه الدوبامين اللي افرزها اول امبارح عشان تبقى سعيد. الفكره هنا انك بتزود كم الحاجات اللي بتستهلكها عشان تفرز نفس كميه الدوبامين المحدوده اللي بتفرزها كل يوم علشان تقدر انك تنجو. نفس الفكره بالظبط بتحصل في دوبامين الانتاج، بس انت متخيل لو عقلك بيفرز النهارده دوبامين الانتاج بمجرد انه قعد ساعه واحده مثلا يذاكر، بكره هتحتاج تقعد ساعتين عشان عقلك يفرز لك نفس كميه الدوبامين اللي افرزها امبارح، بعده هتحتاج تقعد 3 ساعات وهكذا. الفكره انها عمليه متزايده، فانت عندك الجنبين، انت تختار انك تلعب في انهي حته، انت تختار تكون انتاج ولا استهلاك. دي حاجه متوقفه عليك انت. لو انت من النوع ده فهتلاقيك بتقول لنفسك دلوقتي ان انا ما عنديش ازمه، انا ازمتي ان انا لسه ما لقيتش شغفي في حاجه، لكن انا اول ما الاقي شغفي هبقى شخص منتج وجميل وحلو. تمام خلينا ماشي للاخر. فاكر الشخص التاني اللي احنا اتكلمنا عليه، الشخص اللي بيعمل حاجه وما عندوش شغف ليها وبيعملها لمجرد ان هي مسؤوليه عليه؟ تفتكر ايه اللي بيحركه؟
يعني ايه اللي بيخليه يصحى من النوم وينزل شغله ويكمل ويستمر في حياته؟ ها؟ لو انت متخيل ان الشغف اللي بيحركه، فالشخص ده هو ما عندوش الشغف اللي بيحركه. هنا بقى ايه اللي ممكن يكون بيحركه؟ حاجه واحده، لما امهاتنا يحبوا يدعمونا او يحبوا يحسسونا ان احنا ناس كويسين، بيقولوا لنا جمله بسيطه جدا: انت حد عارف مصلحتك. ولما يحبوا يعملوا العكس: اصل انت عمرك ما عرفت مصلحتك. السر هنا في ان انت تعرف مصلحتك. والله ما هقوم خلاص عشان احنا هنكمل. السر هنا في انك تكون الحد اللي عارف مصلحتك. هي دي فعليا الحاجه الوحيده اللي ممكن تخليك مدرك لمفهوم الشغف. لو افترضنا مثلا ان انا حد بيصنع محتوى، اكيد انا شغفي في الحاجه دي عشان كده بعملها، تمام. هل انا مثلا كل فيديو بعمله بيبقى عندي نفس الشغف ونفس الطاقه ونفس الحب ونفس الحماس اللي كنت بعمل بيه اول فيديو؟ مستحيل، اكيد لا. والاكيد ان انا مش بستنى يبقى عندي شغف علشان اعمل الفيديو، لاني لو استنيت يبقى عندي شغف هعمل فيديو كده كل سنه. احنا كلنا متفقين يا عزيزي والله. الفكره ان الحد اللي معاش تجربه الشغف هيبقى فاكر دايما ان الشغف ده حاجه كبيره قوي، وان هي الحاجه اللي بتحركك واللي بتخليك تقوم وتشتغل على الفكره اللي عندك. لا، الشغف عمره ما بيعمل كل ده. يعني لو افترضنا مثلا ان انت عندك فكره شغال عليها 10 ساعات وانت متحمس جدا للفكره دي وبتحبها قوي، ال10 ساعات دول هيبقى منهم 10 دقائق تحس بيهم الله الشغف ده جميل قوي، انا مبسوط قوي ان انا خدت الخطوه دي. ال9 دقائق وال50 ثانيه هتبقى بتشتم نفسك ان انت بدات الخطوه دي، وهتبقى بتقعد تندب حظك للي رايح واللي جاي. والله العظيم انت متخيل ايه اللي هيحصل لعقلك لو كنت مثلا طول الوقت اللي انت شغال فيهم على الفكره اللي انت شغال عليها دلوقتي الدوبامين ضارب في دماغك كده؟ انت مش هتبقى عايش وسطينا، انت هتبقى طاير، حرفيا هتبقى طاير بجد، مش اللي هو طاير من السعاده يعني وكده. اصلا لان علميا ما ينفعش اصلا ان عقلك يستمر في افراز كميه الدوبامين الكبيره دي، هتبقى لحظات وخلاص كده شكرا خلصنا. لكن فيما عدا ذلك انت بتبقى بتعمل شغلك وبتعمل الفكره اللي انت شغوف بيها عشان انت لازم تعملها ولازم تخلصها، مش عشان انت شغوف بيها. هي دي الحقيقه، وهي دي الحقيقه اللي بينسوا يقولوها لك لما يوصلوا، وبيبقى كل كلامهم عن قد ايه شغفهم حركهم وشغفهم هو السبب الوحيد في الوصول للحاجه اللي هم فيها دلوقتي. فشفت قد ايه انا طيبه عشان بعرفك الحقيقه من دلوقتي؟ قدر قيمتي لو سمحت. نزل اعملي سبسكرايب ولايك، ممكن كومنت عادي بس بعد ما تخلص الفيديو. تقريبا كده احنا وصلنا لحل وسط واتفقنا ان سواء عندك شغف ما عندكش شغف، مطفي مش مطفي، انت كده كده مضطر تشتغل على الحاجه اللي في ايدك دلوقتي وتخلصها. الفكره هنا في انك ازاي تبقى الحد اللي عارف مصلحته. لو مش انت الحد اللي عارف مصلحتك، دور على حد يكون عارف مصلحتك. بسيطه، هبسطها لك. يعني انا مثلا لما كانش في حد ورايا بيحاسبني كل اسبوع لو ما نزلتش فيديو مثلا، او حد قدامي فعليا اقول له خطتي انا ناويه ان انا اعمل كذا كذا كذا، انا لو ما عملتش ده تعاقبني بالعقاب اللي يريحك. لو انا ما عملتش ده فعليا واعتمدت عليا، انا اعتمدت على اني حد شطور وملتزم وانا على فكره شخص كبير، انت مش كبير ولا حاجه وانت مش هتلتزم. فانت اول حاجه هتعملها بعد ما تخلص الفيديو ده انك تروح جري تشوف حد تخصصه الوحيد انه يديك على دماغك كل ما يحس ان انت بدات تنام كده واللي هو انت مش عاجبني. لا ياض كانك مش مظبوط. اعرف مصلحتك، عشان دي فعليا الحاجه الوحيده اللي هتحركك وتخليك تقوم من 5 الفجر عشان تشتغل على مشروع ما، او تذاكر ماده صعبه انت مش طايقها، او تعمل اي حاجه تقيله على قلبك. ولاقي شغفك، عشان شغفك هي الحاجه الوحيده فعليا اللي هتهون عليك كل تعب الطريق اللي هيقابلك. وبعد ما تلاقي شغفك ما تنساش تحطه على الرف. احنا قلبنا بسرعه قوي بس كان لازم ده يحصل. بعد ما تلاقي شغفك ما تنساش تحطه على الرف وتسيبه خالص وما تفتكروش غير في لحظه الوصول وانت بتقول لهم يا جماعه انا الحاجه الوحيده اللي وصلتني لهنا هو اني كنت شغوف بالحاجه دي. ابذل كل مجهودك دلوقتي، ما تعتمدش على حالتك المزاجيه سواء مطفي سواء ما عندكش شغف، ايا كان ايه المسمى بتاعك للحاله دي. لانك صدقني لما توصل بجد، لما تشتغل مثلا في الشغلانه اللي طول عمرك بتحلم بيها، او لما مثلا تجيب جي بي 4، او لما تحقق اي انجاز كان نفسك تحققه بس كنت متعطل طول الوقت ومش عارف تخلصه، ساعتها وفي الوقت ده تحديدا هتبقى ممتن ليك انت مش لشغفك. هتبقى ممتن انك ما استنيتش شغفك يحركك، ما استنيتش شغفك عشان يخليك تبدا او تكمل في الحاجه اللي انت بداتها. فارجوك ابدا ايا كانت الظروف. نسيت اقول لك حاجه صغيره، ان شغفك الحقيقي فعليا ولحظه الشغف الاعظم هي اللحظه اللي بعد ما تخلص فيها الحاجه اللي وراك. ويا سلام لو حسيت ان الحاجه دي اثرت ولو بنسبه 1% في اللي قدامك. يعني انا لحظه شغفي الحقيقيه هتبقى بعد ما الفيديو ده يترفع واحس انه اثر في اي حد او فرق مع اي حد ولو بنسبه 1%. فلو الفيديو ده فرق معاك ما تنساش تكتب لي في الكومنتس وقول لي محتاج نتكلم عن ايه الفتره اللي جايه. بس كده احنا خلصنا، تقدر تقوم تدور على اللي هيديك على دماغك بقى. الحمد لله على السلامة، احنا وصلنا. الفيديو ده برغم انعدام الشغف والانطفاء وكل الحاجات الوحشه اللي بتحصل منهم وقوع البتاعه دي، فوالله الانسان مطفي قوي. سلام.